اليوم سمعت جوج قصص غريبة في الصباح ودابا هذا شيء خطير جدا. شي عالم السحر. الشيء أنا راضية به، النتيجة اللي كانت أنا راضية بها، ولا لا ماشي مشكلة، كانت شي نتيجة كبيرة الحمد لله. لا الحمد لله. قبل ما تدخلي تكلمت مع السيد على قبلك، سبحان الله، كاع باش تشجع. أنا فرحانة والله، شتك فرحانة. الله فيك سي. لا قبل ما تدخلي باقي ما شتي تكلمت عليك، حسيت بهذا الشيء ولا حسيت بيه هذا الشيء؟ الله يعرف. الله يعرف الشريك والله. ربسني عليك كنت نعبرش. والله لا ان شاء الله خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. ضروري ندير هذا. نمشي ضروري نسير لعند الشد هنا. يا صافي بسم الله. ما نقدرش انت كيضرني. ماشي مشكل يا ماشي مشكل يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. ما سمعته أمر عجيب والله العظيم، والله بالله وتالله. أنا من الصباح في المركز سمعت الحصة الخاص، معاناة شابة من أصحاب الأقارب وأصحابتي وجدوها في البيت وجدوها في العتبة، وبعدها دخلت السيدة. يعني اليوم الصباح أنا فقط أستمع إلى حالتين على الخاص، شيء صراحة يجعل يجب أن نجتهد أكثر. ومن نعم الله أن كل هذه الحالات اللي في الصباح وهذه الحالات انتفعوا بالمباشر وانتفعوا بالدروس بفضل الله عز وجل. هنا الفرق. كانت عندي حالة في الصباح وكتابها كتاب كله أعراض من خلال المباشر، وتبين بفضل الله تعالى أصحاب استخرجوها من أماكن شتى من البيت بفضل الله عز وجل، ولله الحمد والمنة. وما سمعت هنا شيء يبكي القلب. بعدها يعني كانت عندها جلسة، قلنا لا نصيحة لن نعمل لك الجلسة الآن، ساعة ونصف أستمع لك، فأعطيك موعد آخر حتى أكون صادق معك، حتى تكون نفع بإذن الله. ساعة ونصف أستمع، ولكن فقط حتى أفهم وقد نتعاون معك إن شاء الله في الأيام القادمة. لكن الإفادة أنها نحن ننتفع الناس بالمباشر وبالدروس، أصبحوا يلمون بتفاصيل ما كانوا يعرفونها، عايشين في العذاب فوق 30 سنة. ولكن لما اجتهدوا الأبناء تبينت العلة حتى عند الآباء وعند الإخوة، وهذه من نعم الله. المهم خرجت السيدة، دخلت عندها الأخت، والله الذي لا إله إلا هو، قبل أن تدخل هذه الأخت قلت للكاتبة هذه الأخت شحال من جلسة، قد عندها جلسة واحدة، قلت لها اسمعي، هذه الأخت وإن لم أراها والله العظيم عندها مشكل كبير، لكن تريد فقط أن تصل إليه. قلت هذه لا، شوف عندنا فراسة وعندنا حدس. قلت لها كم مرة عند المساعدين قضية جلسة؟ قلت لا يمكن، لابد أن تمر عند الإخوة جلسات. وبعد ما انتهيت ولم أرها ولم أسمع منها. لما دخلت صدقت فراستي وحدسي، سمعت منها العجب العجاب، وفوق هذا الإشكال كامل عائلتها لا يؤمنون بمس ولا بسحر. سمعت منها العجب العجاب. يعني الناس
في معاناة شديدة جدا، حيث يطلع في جنيق وجنيش، ناس أبالسة وأهرام وماسون ورتاب. هذا ما أتحدث عنه يوميا، أبالسة وشياطين وملوك ورتاب وأهرامات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية هزتها في صلاة التراويح. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هزت هذه الآية في التراويح صلاة القيام. وسنأتي على تفاصيل عجيبة مع هذه الآيات. عارفين باش الإنسان كيتمشي عندك عقدك الأمان وكيكون شاد مثلا حصة، أنا كنقول للكاتبات راه حصة اللي كيشد حصة عرفوا راه عنده إما باغي غير يعرف شنو عنده باغي ما متيقنش، أو أن المسكين راه عنده مشكل وباغي يوصل لعل يجد باب الرحمة وباب الخير فقط. جوج الحوايج اللي غيكون عندي عنده حصة. واحد أنا خبرة تجربة نفهم سياسة النفوس طباع الناس، كونوا صادقين مع الله عز وجل. إما أنه باغي يشخص عجز حتى يشوف أتمنى شي حاجة ولا لا، وهذا كاين، ولا كيجي كيولي حاط الرحل هنا كيقول شي أول مرة كنشوفه، أو أنه عاجز فيقول لعلي ألمسه خير عند هاد الناس. هذا الشيء اللي كاين. ممكن والله يجعلنا عند حسن الظن، اللهم آمين. طيب، الأحلام المتكررة، دم الحيض، البحر، دم الحيض والبحر. ترى في المنام أنها يوم امتحان ولا تستطيع الإجابة. أنا ممثل محترف وسير والله باش ندعي لك وأنا صايم، ندعي معك الله يهديك. شتي باش ندعي عليك تكون دعوة مستجابة وتولي شادة فيك، تولي في مشكل في حياتك. زين، الله يهديك. طيب، ترى في المنام أنها تصلي في اتجاه الشمس وأمامها شخصان تظن أبو الولد أي جد، كذلك يصليان تجاه الشمس، أي الموروث القوي القديم. قالت فأتجارت والتي تجرني تقول ما لا تفعل. كتحلم أن أمها كان جالسة وتضع القدم على القدم، فقالت أنزلي قدمك عندما يحضر الكبير، أنزلي قدمك. طيب. حلمت أنني وسط غرفة كبيرة أنظفها وأجمع الأزبال التي فيها. فجأة أنا كنت نتمنى تسمعوا معانتها بصوتها، لأن بصوتها كان وقعها شديد مع العبرة ومع الدمعة ومع تزاحم الجن في البدن بالصعود، وكانت تحكي تفاصيل والله واخا نتكلم معكم ليس كما كانت تقول هي، والله العظيم يعني ما قالته شيء. إن شاء الله سوف يحكي الجن بلسانه إن شاء الله. هذه الأخت تعاني منذ كانت في بطن أمها، كانت أن تموت، كانت أن تموت في بطن أمها بداية، كانت أن تموت. الله العظيم تحبس الكلام في عقلي، اقسم بالله تسأل الله العظيم منها ماشي بعادتي، ولكن تحبس الكلام في راسي. يمكن ما سمعت الناس الصباح وهاد الناس. الله العظيم يا ربي تشافي المسلمين، يا ربي تنتقم من الظالمين. قالت ترى في المنام الجمل والقرد والحمار والخنزير. ترى في المنام تقول أميرة. ليس من عادتي وكان الله العظيم من أخاك. قالت في أحد الدروس وهي تتابع دروسنا على المباشر، تكلمت عن الأبيس فإذا تعرف الكوريات في بروكسل تراها كان على رأسها. نعم. ترى الصليب المقلوب على الكتف
والهرم على العين. صوت الصفير لا يفرق رأسها. كانت تسمع صوتا يقول لها العزير ابن الله. كانت تضع الهرم في السجود وتصلي عليه بهذه الطريقة. كتضع الهرم بهذه الطريقة وكتصلي عليه. فهمتي؟ باش تفهموا عالم الجن وعالم الأبالسة والماسون. الناس كانت تقوم بحركات لا تعلم سرها. تأتي العادة وهي قبل أن تبلغ. بلغت صغيرة 9 سنين 8 سنين، صامت صغيرة، مع أن كان عندها مشكل في النمو البطيء، النمو الظاهري، لكن الداخلي عظيم جدا عند الجن والشياطين. بين اليقظة والمنام ترى حصان يحرسها. دائما كأنها تسمع أغنية البابا ميمون، أغنية ميمون. قالت حينما ذكرت في دروسك وأنا أتابعك قاعدة أن الجن يكون مسحور ومقيد، دمعت عيناي. القواعد التي أعلمكم ليس من فراغ، الجن يفهمها قال نعم صدق. حينما ذكرتكم قاعدة في أحد الدروس الجن يكون مسحور ومقيد. قواعد أدرسكم إياها ليس من فراغ، فاعقلوها رقاة ومرضى. فحينما سمعت وهي معنا على المباشر كسائر المتبعين بكت بكاء ونطق الجن وقال نعم صدق. قاعدة الجن يكون مسحور ومقيد مكره مع قوة ورتبته. اسمعي رحمك الله، والله إننا نعلمكم بصدق، أقسم بالله أنا نعلمكم بصدق. الحليم حيران في هذا الزمان، الله الصادق يتعذب. أنا لك عارف ما أعانيه بين العقل والضمير والإيمان وبين الإكراهات وبين الوقت وبين الحاجيات وبين أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله. شنو كتكون ضمير توفق الله ولكن كتعذب، هذه خاصكم تعرفوها. يوفقك الله لكن كتعذب باش تأدي المسؤولية صحيح. طيب تعاني من ضعف النظر منذ الصغر. البكاء في المرحاض يريحها، رائحة المراحيض والنجاسة طيبة تشرح صدرها. وهذه أمور درسناها ودرسناها للناس يعرفونها. بعض الناس تذهب إلى الحمام إلى مكان المجاري وتشم تلك الرائحة، تشعر بالهواء وتشعر بالرائحة الطيبة الزكية العطرة. قالت حينما أبكي في الحمام أرتاح، إحساس غريب، شعور غريب. كانت تخرج من البيت وهي نائمة مغمضة العينين، تخرج من البيت نائمة كما قالت ابن سنة يسحبوا حمار الليل بخطاط الجاسوم. كتنوض وكتحل الباب وكتخرج كيرجعوها في الصباح يقول لها قد خرجت، تقول له لا كتضحكوا عليه لا يمكن. مفهوم؟ ترى في الحلم الحيات والثعابين. وضع اليد على البطن والعورة في النوم. الهرم العهد تنام على هذا السر العجيب، هرم على بطنها وعورتها، وتصلي عليه حتى في الصلاة وهي أمام الله تصلي على هذه الكيفية، تضع يدها وتصلي. وكانت تظن أن الأمر عادي، حتى لما تابعتنا فهمت أن هذا من الأبالسة والماسون. مسكينة ما كانت تعرف، كحال كثير من الناس ما كانوش كيعرفوا هذا الشيء، صح لا؟ إلى الآن وقاتهم كيعرفوش، إلى الآن وقات يجهلون هذا الأمر. فكيف بالمرضى؟ نتكلم بصراحة في هذا الزمان، في هذا الوقت نتكلم معكم في 2024 لا زال كثير من الرقاة يجهلون هذه التفاصيل، هذه الجزئيات، هذه الأمور مهمة، قلة الخبرة والتجربة. لكن المرضى حينما يتابعون
يصبحون على دراية أن هذا الكلام يؤثر في الجن والشياطين ليس بالفراغ، يؤثر فيهم، إذا ليس من فراغ، وما قلناه من فراغ والحمد لله. ترى الظل في المنزل يتنقل بأكثر من سرعة الضوء كما وصفت، سريع جدا. الشعور بالتهييج قبل البلوغ، شهوة وتهييج قبل بلوغها. تعاني من برود الأطراف صيفا وشتاء، وتغتسل بالماء الحار الساخن جدا. لاحظ معي الفرق، برودة في الأطراف صيفا وشتاء، وتغتسل بالماء الساخن جدا، لدرجة اختك تقول لها غتحرقي الجلد ديالك، تقول لها لا أنا أنتعش بهذا الماء الساخن. هذه حقائق ليس خرافة. دائما أطرافها اليدين والقدمان باردة جدا شتاء وصيفا، ولكن أثناء الاغتسال والاستحمام تغتسل بالماء الساخن ببخار ساخن سخون. يجب علي بهذه المتناقضات، أطراف باردة والاغتسال بالماء الحار الساخن جدا الذي تقوى عليه المرأة. قالت وإذا شربت الشاي فإني لا أحبذه ولا أفضله إلا إذا كان ساخن جدا. كما يقول المغاربة العرب كيسلق حار ساخن، كتشربو ساخن وإذا ما تشربوش. واسمع، وإذا وضعت يدها عليه أحرقها، وكيف اللسان والجوف لا يحرقها. فكر معي، إذا وضعت يدها أحرقها، وإذا وضعته على لسانها وجوفها ما أحرقها. أتعلمون لماذا؟ سوف نجمع بين البرودة والحرارة السمية الثعابين والحيات. أفصل لكم لتفقهوا قاعدة أخرى، أصلهم من نار، والنجاسة والسمية ويغوصون في الأودية، فغوصهم في المياه الباردة يؤثر على أطراف البرودة، وحالة السمية وقوتهم سخونة وقوة. علم؟ انتفع يرحمك الله، انتفع يرحمك الله. سأبين لك أمور كثيرة بإذن الله تعالى، فالأمور سهلة يسيرة بتوفيق المولى جل وعلا. أيام دراسة كانت قالت لي وإن لم أراجع المادة ولم أطلع عليها من قبل أجد أني أفهمها فهما دقيقا وأعيها بإدراك وبفهم ثاقب، كأني درستها وشرحت من قبل وأتفوق فيها مع أني لم أراها من قبل، خاصة في الأمور العلمية والرياضية. وقد وأحيانا مع الفهم والحضور للدرس كان يضرب علي البلاغة، لا أفقه ولا أفهم شيئا بالمرة. تضارب أنها لم تراجع المادة ولم تراها والتفوق هي الأولى، وفي حضورها ويعني فهمها يضرب عليها كأنها لم تحصل على علمها وعلى فهمها وعلى أمر غريب. نفسر بالمغربية، كنجي انت للدرس للفصل وكتنتبه مع الأستاذ وتحاول وتكتب وكتفهم الشرح وكتراجع وما كتشد وهم. درس ما عمرك شتيه، ما عمرك قريتيه، ما عمرك حفظتيه ليه، ما عمرك شتيه، كنجي خاصك انت احسن من الاستاذ وتجي انت الاول. شيء غريب، وهذا يحصل مع هذه الوقت، ليس وهم، هذه حقائق يا اخواني. من درسها؟ هنا السؤال. من علمها؟ هنا السؤال. من مر عليها بالأذى مع حضورها؟ هنا السؤال. لتفهموا أن الكبار شيء آخر، الهرم شيء آخر، العهود شيء آخر. ابقى معي يرحمك الله، ليست خرافة، أنا أتكلم معكم بواقع. تعاني من هذه الأخت، وكانت متفوقة في الرياضيات بفضل الله جل وعلا في العلوم الرياضية منذ الصغر، وهي تشعر بالجفاء اتجاه الأب، جفاء عظيم اتجاه والدها حتى مع الأم، لكن الأب أكثر. مع الأب هناك سر عظيم، دائما تشعر بالقلة والذلة والصغار والاحتقار بدون سبب.
وفي نفس الوقت كلما جئت موضع كأنها الملكة، أنا الصف كيدخلها الطريق تحس أنها عندها هيبة. هناك نزاع، هناك صراع بين القلة والذلة، بين القلة والكسرة، بين الذلة والعزة، صراعات في بدنها، القردة والأحصنة. فهمنا جيدا، فهم جيدا. قال دائما أشعر كأني لست كباقي الفتيات وأني مختلفة عليه. في 2017 ذهب والدي إلى الحج، ذهب والدي الحج. في تلك الأيام أنساني إرهاق شديد، قلة النوم والأكل، الاتصال المشترك، الوالد في باب الطاعة والعبادة، وهنا يتأزمون ويتأزون أزمة بالغة جدا مع بعد المسافة، لكن هناك وقع على الطاعة والعبادة. والدها في الحج ولكن يتألم هنا وتتأزم حالته هنا. افهم هذا العالم يرحمك الله. قالت لما جاءت والدتي من الحج جاءت في صحة جيدة، رغم أنها كانت تعاني من أمراض من القولون العصبي، لكن جاءت بصحة جيدة من الحج. وكانت كتأثر، كانت العسامنة، هذه الكلمة كانت تهزها. العسامنة هي قبيلة وفصيلة جهة في المغرب، العسامنة. قالت كنت لا أنام إلا إذا وضعت يدي على بطني أو قلبت يدي اليسرى. سمعتي؟ لا تنام، لا يمكن يأتيها النوم إلا إذا وضعت يدها. قالت أكره النظر إلى المرآة، أكره النظر إلى المرآة. عند الخروج مع صديقاتي أشعر بألم شديد على ظهري وقدماي ومفاصلي. قالت إذا ذهبت إلى المسجد، قالت في ليلة 27 كان اختناق شديد في صلاة التراويح، وتألمت بقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان بكاء دائما عندها. قالت ترى الجمل والقرد والحمار والخنزير. طيب، قالت عندما انتقلنا إلى البيت الجديد حلمت بثعبان كبير دخل من النافذة. حلمت بحيات مزركشة بالأسود والأصفر يخرج من تحت كما قالت السداري اتجاهي. حلمت بالأسود في سطح المنزل. حلمت بالكلاب السوداء والذئاب والحيات والأسود والنمور والنبوءة والوزغ والعقرب والخيول والقطط. وحلمت بصليب أحمر مقلوب، ما أقول لكم في الدروس الصليب المقلوب. اسمع، قالت حلمت بصليب أحمر مقلوب. كنت نائمة فجأة نظرت في سقف الغرفة رأيت النجوم، بعدها نظرت تجاه الجدار فرأيت 3 وزغات، 2 منهم اختفوا والثالثة كانت باللون الأسود والأصفر. أردت أن أقتلها فاختفت. فتحت باب المنزل فدخل عدد من القطط الشرسة للبيت. أرى أني أحمل في يدي مفاتيح. أرى شخص لم أرى وجهه يده متسللة وبها قفل استجمع قواه فكسر السلاسل والقفل، وكان وراءه باب فتحت الباب فوجدت بأشياء ثمينة قديمة ذهبية ذات قيمة كبيرة. في كثير من الأحيان أني أرقي أمي وأني أرفع الأم. كنت جالسا فجأة ظهرت 3 عقارب سوداء. كنت أرتدي جوارب بيضاء، قتلت 2 والثالثة يعني فلت مني وهربت. ترى البحار كثيرة. في رمضان حلمت أنك كنت ترقي وأنا أنتظر دوري، وفي نفسي أقول
عندما يأتي دوري سأقول للشيخ أنا عندي شيطان مسؤولي، وشيطان مسؤولي ساحر. حلمت أنك كنت تضع على رأسي قوارير الثلج الكبير في الرأس، وتصب الماء البارد على رأسي، ولهذا هو يحب الماء الساخن. ولكن من كان يسكن الرأس لا يزال معاندا ويصبر دون النطق بأي كلمة مع أنه يتعذب، بمعنى أن الكبير في الرأس صاحب حصون وقلاع وأسحار وأسرار، مسؤولي ساحر. أحلم نفسي مسجونة مع أشخاص لا أرى وجوههم. أحلم بالملك مرتين ورأيته حقيقة مرتين، يعني في المنام في الحقيقة مرتين. شوف حتى يوفقوا، حتى شاف الملك بفضل تعالى مرتين. فهمت كيف؟ رأيت أني أتزوج يوم عرسي وأنا في العمارية، ومرة حلمت أني أستعد للزواج رغما عني، وكانت السيدة تعمل المكياج تريد أن تعمل لي بالمسمار، أن تكحل لي بالمسمار، فقلت لها ما تفعلين؟ خذي القلم. أرأيتم حلمت بقط رمادي يحمل ملابس الداخلية، فأخذتها منه وحاولت إخراجه لكني لم أستطع. حلمت أن الثعبان عليه غشاء شفاف، أرى أني أنزع الأشواك من الأرض. حلمت أن شيئا ما كان يريد أن يخرج من الدبر ولكن تعذر خروجه. شياطين النجاسات والكنف والمراحيض، الدبر، القبل والدبر. رأيت في حلم ريشا أسودا حول باب عيادة أختي، وقط أسود أمام باب العيادة. حلمت بأوراق صفراء عليها سورة التوبة، كانت على الدرج، وكانت قدمي ستقع على الأوراق دون انتباه مني، ولكن الحمد لله انتبهت الأوراق. والله العظيم لا، سبحان الله. والله كاين شي أشياء في عالم عند الله لا نعلمها. البارح بعد الفجر وأنا أستمع للدوسري سورة التوبة، ووقعت على صورة جميل بأداء رائع جدا، وقلت والله هذه لمن تكون تناسبه نستمع إليها جميعا. سبحان الله العظيم. أتمنى نلقاها. وسبحان الله فعلا، لأن التوبة الآن تنادي الكافرين والمنافقين والرتب. سنستمع إلى سورة التوبة جميعا وانظر إلى وقعها عليهم جميعا. بغيتكم تأملوا معي الآن وقع سورة التوبة عليهم جميعا بإذن الله. تأملوا، لأن شوف اختيار الآيات والصور مناسب جدا. وسنقف مع سورة التوبة. اعلموا أن هذه الأخت تحتاج إلى المساعدة، سنساعده بالجلسات. لا 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 سنساعدها. بإذن الله. هذه قاتلة. سنفتح لها الباب في المركز ومع المساعدين، مع الإخوة ومعي، مع الأخوات، والعلاج كذلك. نعم، أصحاب هذه الحالات التي تساعدهم الضعف المادي سيكون عائق في العلاج. كونوا صادقين. قلة اليد تكون عائق يخدم مصلحة الشياطين، فوجب أن نساعدهم بإذن الله، ولو على حساب جيبي أو جمعيتي أو ماشي مشكل.
خير الله عز وجل بإذن الله. وأتمنى أن جمعيتي بإذن الله أنها تخصص مبلغا أو عددا لعلاج الناس في المغرب لوجه الله. وسوف هذا الأمر أجلس مع الجمعية وأخدد له بعض ساعات ترتيب، لأن فعلا نحن نساعد الناس في مراكزنا، فلا بد أن ندخل هذه المساعدة في الجمعية بإذن الله حتى ينتفع المغاربة من الشمال إلى الجنوب من العلاج المجاني، خاصة الحالات المعقدة تحتاج جلسات بإذن الله تعالى. بسم الله نبدأ. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الخطاب بإذن الله جل وعلا إلى كل جني سكرها، إلى كل مسؤولين تريدون زينة وطهرا كبسوا عن فيها منذ الصغر من بطن الأم. هذه إشارة أنهم يقول نحن من بطن الأم. ماذا صنعت لهذه الشابة؟ تعطي في كل شيء، قوة، قوة، قلة، ذلة، لكن لا شك أن تزاحم القوة في البدن. هناك من يرفعها وهناك من يضعها، هناك من يعلمها
هناك من يضرب عليها الجهل. نعم نعم. طيب ماذا تريدون منها؟ ماذا تريدون؟ تعذيب في كل شيء. سر الموصول على والدها، على أمها، على والدتها، على والدتها. الأصل على الوالدة، الموروث من الأم. طيب على نسل الأم. طيب النسل هي من أراد ذلك. أبشر. طيب ما قصة ميمون؟ ما قصة ميمون؟ وترى في عقلها من يقول لا بد أن ترقص تغني لميمون. ومن يكون ميمون؟ ومن يكون ميمون؟ من يكون؟ من يكون؟ من يكون؟ من يكون ميمون؟ من يكون؟ من يكون؟ من ملوككم، من كباركم، من سحرتكم. طيب وماذا يريد؟ ماذا يريد؟ فليتفضل ميمون، فليتفضل ميمون. يهودي، نصراني، فليتفضل. تفضل ميمون، تفضل ميمون. ملك نصراني من بطن الأم، من بطن الأم. ميمون ملك نصراني من بطن الأم. تأتيها دائما الأفكار في رأسها لابد أن ترقص وأن تغني لميمون. إذا لم تأتيها من فراغ هذه الكلمات وهذه الإشارات وهذه الرسائل وهذه الأصوات في عقلها، إنما هي منه فعلا. يريد من يعظمه ويريد أن يعظم على لسانها، بلسانها. فهي جوهرته صح وسره وقوته. نعم العشق والحب. ولا تنام إلا على عشق وحب وهرم. نعم تنام على العشق. كل أخت تنام على هذه الطريقة فلتحذر. نعم تنام على العشق والحب والهرم والضم. وما كانت تتفطن أن هذا من عالم الجن والشياطين حتى تابعت الدروس والمقاطع فتفقهت في هذا. وحينما علم أنها تفقهت بدأت الحرب. نعم 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 يحبها حبا كبيرا. الملك ميمون. وأسأل الله أن تكون اسم على مسمى اليمن والبركة. لماذا؟ إذن أنت لقلة وذلة. ثعبان هذه قلة وذلة. رأيتم؟ يقول أنا لقلة وذلة، أي أنا ملك نعم، قوي نعم، أعشق نعم، لكن لا ترى معي إلا القلة والذلة. نعم قلة وذلة. ماذا صنعت لهذه الأمة؟ مثلا شنو عملتي لها؟ مثلا شنو عملتي لها؟ قال صنعت كل شيء. مثلا أخبرنا. وكيف استطعت أن تختبئ فيها كل هذه السنوات؟ هي لا تعرفني. أصبحت تعلم أنك موجود. طيب أصبحت تعلم أنك موجود ميمون. وكيف عرفت أنك موجود؟ جاثوم. وقفت عليها بزاف مرات. طيب كيف عرفت أنك موجود؟ بالرقية. طيب وكيف استطعت أن تختبئ فيها كل هذه السنوات؟ حصون محصن. طيب
جميل. أنت ساحر. ملك ساحر نصراني. طيب حينما سكنتها كم كان عمرها؟ حينما سكنتها كم كان عمرها؟ كرشمها كرشمها ليك في كرشمها. طيب وكيف استطعت أن تصل إليها في بطن أمها؟ كسيت معها ليه بين كيف استطعت أن تصل إليها في بطن أمها؟ وانا كنت فمها اصلا. نعم. انا كنت فمها كنت فمها. نعم. ايوا من امها دزت لي كرشمها. من كرشمها دزتي لها. طيب من كرشمها دزتي لها. طيب فكيف استطعت أن تخترق بطن أم لتصل إلى جنين؟ ذاك سهل عندكم؟ سهل. ها؟ عادي. يعني من بطون الأمهات إلى الأجنة، والجنين لا زال في التكوين، ونسمع هذا كثيرا. هي باغي نقتلوها في بطن أمها. كان الأصل أنها تقتل في بطن الأم فحفظها الله. ربي بخير. طيب لماذا أردت قتلها في بطن أمها؟ شتي هاد اليد هادي نعم. فيها بركة. فيها بركة. نعم. هادشي علاش جينا حنايا. كي ما تقصد بأن هذه فيها بركة؟ ماذا تقصد؟ ديال الأجداد. ها؟ بركة ديال الأجداد. بركة الأجداد. هي راه جدودها نعم. تيداويو الناس. كيداويو الناس. جدودها كيداويو الناس. بالأعشاب. نعم. ديرو شي حاجة خايبة. أجدادها كانوا يعالجون الناس بالأعشاب. هما راه كنيتها العشاب. هما كنيتها العشاب. اللي كانوا معروفين أنهم العسامنة. العسامنة كانوا معروفين يعالجون الناس. وأمها كنيتها العشاب، يعني كانوا يعالجون قبيلتهم بالأعشاب. ايوا فتح الله عليهم في علاج الناس. ايوا وراه شدها عالج واحد قليد ولا ما عرفتش شنو عالجو ويعطيه الارض. ولكن الهضره باقا لحد الان عندهم. وجدها عالج قيد مسؤول كبير وأهدى له أرضا كبيرة ولا زال الآن عندهم. يعني كانوا أجدادها يعرفون بعلاج الناس ما شاء الله. علاج الناس. القرآن. ما كاينش يديروا حاجة خايبة. الله يحفظنا يحفظ لي. يديروا شي حاجة خايبة. نعم. شوفوا بالقرآن صافي. شوفوا بالقرآن. طيب خير. هما دابا وترى عزيز عليه العشوب. عندها واحد البيت في السطاح. نعم. وترى معاهم راه عشوب فيما خرجت طلقت. كشف الدم. عندها واحد العتلة. نعم. وفيما خرجت الرويط وطاقصة كتحفر طلقت في العشوب. هادي شطليق. خير إن شاء الله. طيب أنت مع من بطن الأم ماذا صنعت لهذه الأخت؟ أي حاجة كتسخن درتها. مثلا الجمال ليها شويتو. طيب شوهت جمالها. وكيف استطعت أن تشوه الجمال؟ الحيات. أنت ملك وعندك الحيات. انتبهوا للكلام جيدا. قلت له كيف شوهت جمالها؟ قال أنا ملك ميمون لكن عندي الحيات، وهي في المنام ترى الملوك وترى الثعابين والحيات. صح أم لا؟ طيب حتى تضبطوا الأمور يرحمكم الله. طيب الحيات يعني خادمة عندك يشوه جمالها. ماذا شوهت في الجمال؟ كل شيء. راسك درت شوية الجمال الوجه دات. قلت ما كنخليهاش تزيد في الوزن. واش شتي الوزن هي واحد الوقيته كانت ما كطيحش على 60 كيلو، وواحد الوقيته عطيتها 39 كيلو.
39 كيلو. كنا كامة كرهتها اللي شافها، قلت مالكي واش ما كتاكلش النعمة؟ انا هي ديالي اللي دايرين ليها المعدة. طيب عندي سؤال، من كانت تغتسل تستحم بالماء الساخن جدا، من هذا؟ من دائما تغتسل تستحم بالماء الساخن جدا ليحرق ولا يؤثر فيها بل تحبه؟ ما يأثرش عليها. علاش؟ كبير. من هو؟ كبير في الرأس. سمعتوه؟ كبير في الرأس. كبير في الرأس. كبير في الرأس. شتي هادي كسبتك صغيرة. نعم. طاقتها كبيرة قدها قد الدبسة. طيب من كان يدرسها مع أن المادة العلمية لم تدرسها نهائيا، ولكن يجد نفسها أنها فهمتها وتفوق فيها مع أنها لم تراها من قبل ولم تدرسها من قبل؟ من؟ زهرية الذكاء، العقل. دماغ. مع أن عندنا عقل وعندنا ذكاء، لكن ليس منطقي أن الإنسان لم يدرس مادة يجد نفسه أنه كان درسها ومتفوق فيها. هذا شيء غريب يعني، لا يستقيم. صح؟ طيب من درسها؟ ما عرفتش. ما عرفتيش؟ ما عرفتيش؟ طيب أنت لأنك تتكلم في الشر، هناك فئة الخير. طيب أسألك سؤال، من كان حينما كانت تدرس من كان يضرب عليها البلاذة ويمحي عقلها؟ إذا هم فقط يعرفون الشر، أهل الخير موجودين لكن في جهة أخرى. فهمت كيف؟ وانتبهوا معي يرحمكم الله. هؤلاء يتكلمون الآن أعجبني في باب الشر، أما بالخير قال لا أعلم من درسها، كما أن هناك من يسحب منها وهناك من يعطيها. تنبهوا معي يرحمكم الله. جميل. طيب خير إن شاء الله. أسلم الله عز وجل. ميمون. لماذا؟ طيب ما ذنب هذه الأمة تبقى هكذا معذبة؟ وحنا صيفطونا ليها. شكون يصيفطكم ليها؟ من؟ ما ذنبها تبقى هكذا مكبلة حياتها كلها؟ واش غندير فيها؟ أنك تسلم ربك جل وعلا. وانا سلمت. تصلح ما أفسد. واش غدير مع هذوك الآخرين؟ حتى هم. اش غدير معاهم؟ حتى هم بإذن الله يتبعوا عليهم. ولو عادي. حتى هم بإذن الله تعالى نتابع معهم إن شاء الله وسيصل أمورهم إن شاء الله ويهتدون إلى الله عز وجل. الأمر سهل، لا تخف، بإذن الله معنا. مفهوم؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى معنا. سمعتي؟ الله عز وجل معنا سبحانه وتعالى. ستكون الغلبة للمسلمين بإذن الله تعالى، الغلبة للإيمان بإذن الله. أهل الإسلام اسمع شوف فوق. الآن أخذت الإشارة إلى من عظم أمر الله، إلى من عظم كتاب الله، إلى من عظم أمر الله، إلى من عظم كتاب الله، إلى من سارعوا في محاربة الكفر والشرك في بدنها، إلى من سعوا فيه إلى إقبال على البر والخيرات والعلم في عقلها. السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الله يرحم لك الوالدين. آمين. هي ديما كتقولها ليك المباشر، الله يرحم لك
الوالدين. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. أنت بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى ينصرنا وإياكم على كل ظالم وظالم ويهدي بنا إن شاء الله. اللهم آمين. من علمها؟ من درسها؟ الله. نعم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لكن من كان سببا في تعليمها؟ من كان سببا في فهمها؟ جزاه الله خيرا. من علمها، من أرشدها، جزاه الله جل وعلا خيرا. وجزاكم الله تعالى خيرا على كل ما تقدمون سرا وعلانية. لا شك أنكم دافعتم عن الحق ونصرتم الحق وأيدتم الحق يقظة ومناما. فلنسمع منكم بإذن الله تعالى ماذا كان دوركم في هذا البدن من باب الخير والنور. أبطلنا. نعم. أبطلناها. طيب جميل. أبطلتم أسحارا. ما هي الأسحار التي أبطلتم يقظة ومناما؟ المرشوش. طيب جميل. وماذا أيضا؟ خارج البدن. جميل. وماذا أبطلتم في البدن؟ في البدن الأمر أعظم. عبائس وشياطين وأوثان. في البدن الأمر يحتاج إلى قوة ونصرة. نعم. لأن البدن يتحكم أبائس كبار وشياطين كبار ورسل كبيرة. ما سر إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما سر البكاء الذي شعرت به في الصلاة التراويح مع هذه الآية؟ ما السر؟ ما السر؟ ما السر؟ ما السر؟ ما السر؟ نعم. أنا من أسلمت في صلاة التراويح. أنت من أسلمت في صلاة التراويح. جزاك الله خيرا. ماذا كان اسمك؟ دافيد. كنت مع دانيال ومع الثعبان الفرعوني ومع القط الماسوني ومع النون القناوي ومع الغول الشيطان الماسوني ومع الساحر الشيطان بالدم ومع شمهوش الملك ومع الباشا حمو جزار ومع القرد الأسود. أي نعم. دافيد تأثر بقول الله إنما يخشى الله من العلماء فأسلم. أثرت فيه العلم، الذكاء، القوة، فآية العلم قربته إلى الله العليم. آيات العلم أثرت فيه فقربته إلى الله. يحبون التقرب بالعلم فعلموا أن ما يقال على أمة الإسلام كذب، أنها أمة أمية وجهل، بل أمة علم ويتقربون بالعلم. فأثرت فيه في تدبرها فأسلم لله. أرأيتم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. دعوا عنكم الجاهل اللي يكتبون هذا الكلام يظن أن يأتي المرأة ويبصر بها. هذول يقول الكلام يتبعون السنين ولا يعرفون شيء. لا تلتفتوا إليهم. هذول مجرد عابر السبيل. خليه عابر السبيل. يأخذون كأنهم عابر السبيل. طيب. ماذا سميت نفسك؟ ماذا سميت نفسك؟ ماذا سميت نفسك؟ ماذا سميت نفسك؟ أسميك عبد العليم. أسميك عبد العليم.
أسميك بإذن عبد العليم. العلم، من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. العلم من الشياطين والأباسج، ويعلم أنها تحب العلم، توقر وتقدر العلم، لها اتصال بالعقول وبالذكاء والخلايا والفهم. فلما سمع هذه الآية أثرت فيه. يا الله يا الله يا الله. آية جميلة نحبها، من سورة جميلة نحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم
أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أنصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أحارب السحرة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أقاتل السحرة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أبطل الأسحار طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أفك القيود طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أبطل الموروث الربط والتعذيب والتعطيل طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. سميناك عبد العليم بإذن العلم بإذن الله تعالى يصل الآن أصحاب رتب كذلك الذين رأيتهم على قرب من دين الله والإسلام حتى نجعل موازنة في السير بإذن الله. فيه قوة وهمة وعزيمة، ورأى أن الإسلام نور وخير، وحب إليه بالتراويح وبالقرآن والرقية والدعوة والموعظة، فليتقدم بإذن الله كما تقدم بفضل الله عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، هذا شهر عظيم. هيا بسم الله. من يرى في نفسه خير فليتقدم بإذن الله. أسلم لله باغي، أسلم لله باغيان اسحب بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. دانيال، كنت يهودي أو نصراني؟ يهودي، يعني دافيد كان نصراني وأنت يهودي. دانيال، ماذا كانت مهمتك في بدنها؟ ما هي المهمة التي كانت لك في البدن؟ دانيال، ما هي المهمة التي كانت لك في البدن؟ ما هي المهمة التي كانت لك في البدن؟ ما هي المهمة والوظيفة؟ المهمة والوظيفة التي كانت لدانيال في بدنها: كان شيطان يهودي أسلم لله تعالى، تأثر بفضل الله تعالى بالرقية والقرآن والقيام ورمضان، وهذه من نعم الله عز وجل. تأثر بالرقية والقرآن والصيام ورمضان، وهذه من نعم الله. الذين يقولون للجن لا تدخلوا في رمضان، أقول لكم إن من أنفع أوقات البر والطاعة والاستجابة رمضان. كانت اسمع جيدا.
اسمع جيدا. جريت الشاي جريت. أرأيتم؟ رمضان شهر الخيرات، اغتنم رمضان اللي فيه الشفاء والدواء، فيه المعية والنور، مفهوم؟ اغتنم رمضان من أجل أوقات. أنا كنتعجب اللي كيصدوا المرة كيصدوا المرة. إيوا رمضان راه خاصك تشاهد فيه تصيم باش لا جي ما كاينينش، لا كاينين، وهذا التفصيل. أنا أتعجب، بالعكس هو وقت بذكر الله طول النهار والقرآن وتقديم الإحسان للناس وصايمين في عبادة ما عندهم ما يدار. حل عليا الماكلة والشرب عن كم تاكل. الآن صيام ذكر الله باش الماكلة تفطر، الماكلة ما تعودش. فهمت كيف؟ راه شيء يعني خلاص يسد الجوع، تكونوا واقعيين. لكن عليك بالقرآن والعلاج، اجعل هذا الشهر غنيمة بإذن الله تعالى. هاد العام مسكينة ما صليناش. نعم. شرب دواء. العام ما صمتش. علاش؟ كنشرب دواء. أي دواء؟ جاء السل. جا السوق. شكون يتسبب له في السل؟ لا ماشي حنايا. مرض. حنايا مريضة. طيب. مسكينة ما صامت 4 أيام، ولكن غبزز ما قدراتش. خصك تاخذ دواء. خصها تاخذ دواء. طيب خير إن شاء الله. طيب دانيال، ما هي مهمتك في الغداء؟ هنايا ما قديتش. لا ما تخافش، لا خلاص انت صرت مسلما. ما قديتش. قل لي ما قديتش. ماذا كنت تصنع يا دانيال؟ والله ما قديتش. ما تخافش. شوف، الله يغفر الذنوب، غفر الله لك، لكن تكون عبرة للناس حتى يفهموا. هو قال أنا أسلمت، لا أصلا نقول أنا شيء عظيم وشيء قوي. اسمعوا جيدا، قال لا أريد أن أجهر بهذا الأمر لأنه مهم، لكن حتى نفقه ونتعلم ويفهم الناس ماذا صنعت لها. هو قال خلاص أسلمت لله، دع الأمر يعني، لا أريد أن نفهم إن شاء الله ماذا صنعت لها. شنو عملتي لها؟ كنت كنتقل دماغها. يعني أنت صاحب البلاذة. وكاين بزاف من غيري بزاف. طيب مش مشكل، بزاف. يعني أنت كنت على البلاذة. طيب. باقي بزاف. أمشي. مسكينة كانت دابا هي 3 سنين، كنت انا من 3 سنين كدير قيام الليل بسقوط البقر. اسمع جيدا. وبغات تحفظها. نعم. ما بغاش. واحد النهار بغات زعما تحفظ واحد شويه، كل نهار تحفظ شويه. داك النهار اللي حفظتها واحد شويه غبز ما جاتش في الدوز واحد شويه صافي نسيناه. اسمع، قال 3 سنوات يتقوم الليل بسورة البقرة وحاولت أن تحفظها، فبمشقة حفظت شيء يسير، لكن أنسيته بسرعة بالجن والشياطين. فهمتوا؟ دابا حتى جدودة بالقرآن، داك الشعب خصهاش تحفظ القرآن، خصهاش. دابا تا هما شتي كانت كتبغي تمشي تحفظ القرآن، يخليوهاش تحفظ، ما منها حفظ القرآن ممنوع. واحد خالتها كتحفظ القرآن، ولكن مرضوها خالتها. قال لأن أجدادها كانوا من أهل القرآن، فأصبحت العهود على أن لا يحفظ أحد القرآن، لأنه كانوا يعالجون الناس وكان عندهم البركة والقرآن، فأصبحت العهود على أجداد من جهة الأم أن لا يكون أحد يستطيع أن يحمل القرآن أو أنه يحارب الجن والشياطين بالقرآن. سبحان الله، انتقام بارزة على الأصل الطيب والعرق الطيب الذي كان ينفع الناس. آية الكرسي. الله يحفظها أبنائهم. نعم. آية الكرسي حفظتها بزاف. اسمع، والآية الكرسي حفظتها بشق الأنفس بصعوبة. آية الكرسي حفظتها سمعتي كيف؟ آية الكرسي. ولاحظ معي قال تقوم الليل 3 سنوات، قال تقوم الليل 3 سنوات في سورة البقرة. 3 سنوات. والجن مختلف في الرأس وفي الجسد. فأنا المفتاح، أنا خاصني نتعالج. طيب. ماشي مشكل واخا حياتي تمشي، ولكن
السلاله الجايه ما تلقاش هادشي اللي فيها هي ما خصوش يبقى نينا واخا ما يكشفوا عقلها قاسحه. لا حول ولا قوة إلا بالله. دانيال سلمك الله وأحبك ورحمك وغفر لك. اختر اسمك، سمي نفسك. عبد العزيز. زادك الله عزة آمين ومهابة اللهم آمين وقوة اللهم ورفعة آمين. يا رب. فراسي راه كتدعي معاك كتقول يا ربي تحفظو آمين. كيد الكايدين آمين. وحسن الدين حسيدي. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كتدعي معاك اللهم آمين. باو ما كدعي معاك حتى كدعي معاك. الحمد لله. طيب دانيال، أنت الآن عبد العزيز، كنت يهودي، أنت من كنت يوسوس لها العزير بن الله؟ لا آخر في الرأس. طيب أبشر، إذا من الآن تساعد بإذن الله تعالى في إبطال الأسحار، وهذا واجب شرعي عليك أن صنعته وتبطله. إن الحسنات يذهبن السيئات. أبطل كل سحر صنعته، كل عقدة عقدتها، كل فتنة تسببت فيها، كل فتنة أو محنة فكها بإذن الله جل وعلا. خلاص، قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن بإذن الله فليصعد بإذن الله جل وعلا كبير، فليصعد شمهرش. نقص نقصة كبيرة يعني. اش كنقول؟ زعمت خايبة. ايوا خوتي راك تضحك. تسالي دغيا ما غتساليش معاه. لا ما خليها تساليش. تمشي لدارها. لا غتبقى هنا. راه خاصها تونسبور باش تمشي لدارها. لا غتبقى تمشي ان شاء الله هنايا المساعدة لا وكل شيء. غتمشي تفطر مع دارها. هي اصلا مريضة ما كتفطرش مسكينة شنو. شتي؟ ايوا ردي البال معايا. ولكن غتردها. ماشي مشكل. يلا باش ماهوش يصعد بإذن الله تعالى. وانا مصعب. طيب ان شاء الله. ما شاء الله. طيب عندنا الملوك السبعة ما شاء الله. واش دخل عليك رمضان؟ هذا الشيء اللي بان لي. اسمح لي، كبرنا هاري كيفاش ماهوش لاباس؟ لا باس. امورك مزيان؟ لا باس. شنو هي الديانة ديالك اش ماهوش؟ ما عرفتش. غير نايض. صافي ما عرفتش ديانة. اشنو ديانتك؟ ما هي ديانتك؟ ما عرفتش. يهودي؟ لا نصراني؟ لا. شيطان ماسوني؟ أسأل الله لك الهداية، قل آمين. وعلاش؟ طيب هذه بالله عليك، هذه الأمة تعذبت كثيرا بزاف. منذ الولادة، ما سمعناه يمكن يستخر حاجة والله العظيم. هادشي اللي عاودت لي راه شويه. أعلم المريض دائما يحتسب. عاودت شحال من حاجه في أعلم. السنه ما عاوداتش لي. سبحان عرفتي واحد الحلمه حلماتها ديال هذاك العاشق داها الامبراطوريه ديالو داها لها. طيب. داها حط لها واحد التاج. سبحان الله. طيب طيب حملت بها بحال شي فيلم كلشي زرق كلشي زرق. شمهاوش حتى الجبل زرقين. المكان أزرق. شمهاوش. طيب ماذا كنت تصنع أنت في هذا الجسد؟ نعم. كلشي كنت ندير. مثلا تعطيل كلشي. مثلا اللي حطت فيها يدها ما يسرش ليها. حطت فيها يدها يسرش ليها. تبغي تهز الراس طيبها. كيف يعني؟ تبغي تهز الراس طيبها لبابها. يعني بحلمتك أنت بالضبط ماذا كنت مركب به؟ تعطي فاش؟ كلشي في الزاوية في الخدمة في شي حاجة ديرها عرفتي باها هي كتبغى تفتح واحد المحل هي وصاحبتها يبيعوا يشريو في الحوايج. نعم. ياك هو في الاول با قال لها صافي راه غادي نعاونك وندير، ولكن في الاخر خليناها تقلب عليها. خاصك تهز الراس
تعتمد على راسها. الجيب والو بالاه والو. شتي هذيك الفلوس اللي دفعت ما عرفتش كيفاش تجمعات. واش قلت لها انا؟ شنو قلت لها انا؟ هذيك هي الصدمه اللي ما عجبتكش. حنا زعما بغينا نديرو تجي هاد الحصه صافي. شتي؟ قلت لها واحد اللي بالك ما عيطوش زيد دير الرقيه زيد ديك الحصص. اسمعني جيدا، اسمعني، اسمعوش فيك خير باذن الله. اسلم لله جل وعلا، اسلم لله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك ويغفر لك ويرحمك. عزمت هذه الامانه، كنت منظومه قوي جدا عليها، وهذا الموضوع جعلنا من جسدها مملكه. نعم وبالفعل. كتبت والله شوفوا، اقول لكم لمن اراد ان يسمع سوف نخص وقت لهذه الاخت كما حكت لي في الخاص ساعه تقريبا 40 دقيقه تحكي لي تقريبا ولا اكثر من الساعه. سوف نجعل لها تسجيلا يسمى معاناه الوقت. كنت قالت لي نعم بغاوهاش هادشي ها ما بغاوهاش قالت عليا كيضحكوا عليك انت نهار كامل تيملصقه السلوكه في ودني والصلاه وقيام الليل. واك ترى شتي في وقت البرد الناس يتغطاو وهي كتنوض توضا وقيام الليل وغنقرا القران على التسابيح ناعسه وهي تسبح على ديك الايامات القران في ودنيها ناعسه القران في ودنيها تعيش نعيم بالنهار قران الليل قيام الليل كيف ما غتصل بين وهاي قيام الليل والقران والرقيه وباقي مخبعين في بالنا. 3 سنين قيام الليل 3 سنين كتسافر دي معها القران باش دير قيام الليل. دارت العمليه وداير العمليه والتيو خارج لها من هنايا وجالسه كتقاوم الليل في السبيطار. ومع ذلك انتم مخبعين في البلدان. ها؟ كل هذه عهود. وكانت تنام على الهرم وتسجد على الهرم. من كان يجعل تسجد على الهرم؟ حنا كنقولوا لها هكاك الصلاه خاصها تصلي. كيفاش كتدير؟ قول لنا كيفاش. وكتسجد عليه هكذا وتسجد عليه سجود هكذا. الله المستعان. وما كانت الصلاه كانت كتشوف تشوف الحيه في الصلاة وتشوف القرد في الصلاة في اليقظة في اليقظة. كتغمض عينيك كيبانوا ليها هكا دايرين القرد والذئب في الصلاة في اليقظة في الصلاة. كتشوفهم. واحد النهار شافت مشة عندهم في الدار كانت في السطح. نعم. وشافتها ما تخلعش ما والو هي كاع بقات كتخاف. يعني ترى في الصلاة انظروا. أنا والله العظيم الشيء دائما نسمعه من الناس أصحاب الغرائب والعجائب القوية. في الصلاة في أعظم بقعة وأعظم عبادة وطاعة وقرب من الله عز وجل في السجود. ترى القردة ترى الذئب ترى الحية الثعابين. سبحان الله. رأيتم؟ اسمعوا مزيان يا إخواني، هذا الشيء ليس خرافة، هكذا نسعى. ويجعل تسجد على الهرم. رأيتم كيف صور لكم الهرم؟ يجمع يديه على شكل هرم وتسجد عليه في كل سجود. كان يقول هذه الصلاة أردتها لخالقك لله فلا فيها نصيب وسجود لنا. فهمتوا ولا لا؟ هكذا يعاني الناس والله العظيم. وما خفي أعظم. لكن الناس شكون اللي كيعرفون بهذه الامور؟ اللي يتابعونها اصبح ملم بهذه الامور. لكن كم عدد الناس الذين لا يعرفون هذه الاشياء الى الان؟ يذهبون عند رقاة ويقول لهم هذه الاشياء غير موجوده، هذه خرافه، هذا حدث نفس. صح ولا لا؟ ويغيب العلاج للاسف الشديد. للاسف الشديد. والله المستعان. جمعوش اسلم لله عز وجل. اسلم لله عز وجل. أسلم ضغطي ودنيان فأسلم لله تعالى. يحبك الله ويرضى عنك
ويغفر لك. يحبك الله ويرضى عنك ويغفر لك، فأسلم لله عز وجل، أسلم لله تعالى، أسلم لربك عز وجل. ربنا كريم سبحانه وتعالى. انا راه عاقدين لي. أعلم، سنساعدكم كلكم في هذا بإذن الله. الحمد لله. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اسمع الآن بقلبك إن شاء الله. نعم نعم، أبشر تسمع. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أسأل الله جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعاهد الله أن أصلح ما أفسد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعاهد الله أن أصلح
ما أفسد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يستهديك بالبر والخير. سمي نفسك، اختار اسم بإذن الله. وسمي شمعه الملك. ماذا أسميك؟ أسميك نعيم. الله. طيب. الله. وسميك بإذن الله تكون عليها نعيما وخيرا ورزقا وصحة وشفاء. إذا أسلم لله موجود ودانيال وشمعه وشمعه. نعاهد الله تعالى على الخير وعلى البر وعلى الإسلام والإيمان والإحسان، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفك الأصحاب في اليقظة والمنام، طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، بالنسبة للأخت إن شاء الله سوف نفتح لها الملف إن شاء الله جلسات معي بإذن الله ومع المساعدين، وأي مساعد يحتاجها نحن المساعدين إن شاء الله. اللهم آمين. أي مساعدة تحتاجها هي أو أنتم بإذن الله المسلمين بإذن الله تعالى سوف نتعاون معه إن شاء الله بإذن الله. أبشروا بالخير، نواصل بإذن الله، كلنا نتعاون معه، نحن من جهتنا وأنتم كذلك. خلاص، نحن من جهتنا وأنتم بإذن الله تعالى. نعم أكيد باليقين جاء إن شاء الله، واحتم على المساعدين الوقت الذي حتى إذا أردت أن تجلس هنا ما عنديش مشكل. طيب إذا تأتي حتى كل نهار جي باش عند المساعدين ماشي مشكل، وبعدين تستأخذ نستقبل الآن صافي، حتى أن هذا الشيء عندك كثير حتى نتعاون عليه إن شاء الله جميعا بإذن الله. آمين آمين. حتى العلاج تاخذه إن شاء الله تعالى من عندنا إن شاء الله ماشي مشكل. طيب، فأسأل الله العظيم. لا إن شاء الله خلاص هو الحق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا جميعا ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم تقبل منا إنه السميع العليم، ويوفقنا لكل بر وخير إنه من ذلك ومولاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله جل وعلا يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله أن يهدي كل جن وكل شيطان. نسأل الله عز وجل أن يصب الخير صبا على كل مبتلى وعلى كل محروم وعلى كل مظلوم ومحسود ومعيون. نسأل الله سبحانه وتعالى يفك القيود والأغلال ويبطل الأصحاب. نسأل الله تعالى يشفي الأبدان ويجملها ويكرمها ويرفعها ويعزها في هذا الشهر الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كل عهد مع كفر وكل قيد مع كفر، وأن يجعل الدين في راحة وحل بإسلام وإيمان وإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى من سكن الرأس أن يهديه، من كانوا سلاس وأقفال أن يهديهم. نسأل الله أن يحب إليهم الأبدان ويحب إليهم الإيمان. نسأل الله أن يحب إليهم الإيمان ويحب إليهم الأبدان، ويكون نورا وفتحا ونصرا وهداية وتوفيقا وسدادا ورشدا. نسأل الله عز وجل لهم الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى، فهم خلق الله خلقه الله تعالى لعبادته، لكن منهم من يكره على فعل ذلك، ومنهم من يعز إلى فعل ذلك ويدفع إلى فعل ذلك، ومنهم ربما من غلب عليه الطبع والنفس والهوى والشهوة والسمية. أسأل الله تعالى له الخير كله في العاجل والآجل، الظاهر والباطن، في الغيب والشهادة، في الغرف والمنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم خيارا وأبرارا وطهارا، وأن يكرم بهم الأبدان والإسلام والإيمان والإحسان والبيوتيات والأرحام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله الله يرحم الوالد ويعطيك الجنة. جزاك الله الناس النعيم يا رب. اللهم آمين. الله يرحم الوالد. شوفي نتكلم مع الأخت سنين، نتكلم مع الأخوات، الوقت اللي بالك مناسب تجي
اي وقت بغيتي لا نتكلم معاهم. اللي بان لك هنايا لا لا ما عنديش مشكل، انت وقت اللي يناسبك وبغيتي تجي على الاخوه حتى يوميا ومن بعد دوزي عندنا، ماشي مشكل. انا نتكلم معاهم دابا ان شاء الله. مرحبا مرحبا، كاين حتى مشكل بالعكس الا واجب. عطيني واحد 5 دقائق. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. هي الأخت هي من أردت، بعض الإخوة في التيك توك ما فهموش، الأخت هي من أرادت أنها تسجل نفسها هذه بكامل الحجاب الشرعي، وحنا لغاية. أنا ليس كل لو أتيت أسجل كل الحالات معظم الناس يسجلوا، ولكن ما أنا لا أهتم بمسألة التسجيل إلا في الحالات النادرة أو الإنسان هو باغي يسجل نفسه من أجل أن أضيف إضافة علمية أو بحثية في الباب. أما الحالات عندي مسجلة فهي بالمئات كثيرة جدا، وليس الغاية هو التصوير، الغاية هو الفائدة التي سأقدمها. بعض الناس ربما مساكين ما كيفهموش منهجنا، لأنهم احنا بعيدا عن التيك توك، ربما دخلنا مؤخرا الحمد لله. كان الآن 2000 وفوق 2000 ديال الناس كيتبعوا التيك توك ما شاء الله. فأنا ماشي غايتي هو العدد للأمانة، يعني الناس اللي يتابعون على الفيسبوك كانوا تقريبا كانوا عددهم فوق 200. الناس في الفيسبوك يتابعون بشكل جيد، يفهمون كل التفاصيل. بعض الناس كتدخل تقول لك تمثيل، بس ما كنجاوبش، لأن هذه الأشياء أنا سمعتها منذ فوق 20 سنة حين بدأت في تسجيل الحالات وإيضاح المعلومات في باب الرقية. سمعت هذا الكلام، إذا الكلام أصبح بالنسبة إلى شيء لا يعنيني، ولو كتبها عشرات ومئات لا يضرني، لأن أعرف أنهم مساكين لا يعرفون قدرنا ولا يعرفون من نحن. فلو عرف من أنا أو تابعني على الأقل أيام أو أسبوع أو شهر، استحالة يقول أني أمثل بامرأة أو أستغلها أو أكذب. خلاص خذي الأمر اللي ما عرفك خصك. أنا تظن ديك الرقات اللي كيتسناو الناس يجيو عندهم ولا ما فاهمينش، وغيجي وحده باش يجيب الإشهار. أول حاجة لا إيماننا لا ضميرنا غيسمح لنا، ثم حنا الناس باغا تصور وما كنصوروش، الناس باغا تدخل ما عندناش كيفاش. حنا باقي في باب الإنساني، حنا باب أول حاجة باب تعبدي وباب إنساني وباب بحثي وعلمي. فهمون المستويات، ما تدعوناش الناس بحال. ليس كل من لبس قميصا وجلس يرقي الناس فهو راقي، وليس من يتكلم باللسان فهو فقيه، وليس كل من بين حاله فانه مدرب محنك وصاحب علم. احنا تابعني وارجع للقناه بعد اسبوع وشهر واحكم ان شاء الله. اذا هذا الكلام تجاوز عنه ان شاء الله. هذه الاخت اخواني تعاني من امور خطيره جدا. في الصباح جاتني واحد الاخت هي وامها واخوها، شوف كتبوا لي عطوني كتاب كنسمع لهم فوق ساعة وأنا أستمع إليهم. أخطر من هذه الأخت، هذه عندها غرائب وخطأ الهرم. حتى الأخت الأخرى وجدوا أصحاب لما تابعوني على القناة وقفوا على حقيقة الإصابة وتبينت لهم إصابات قوية جدا. أول حاجة اللي بغيت نقول لكم يا أحبابي إخواني، قد لا ندرك أهمية هذه البثوث، لكن المرضى يعرفون قدرها. الإنس والجن قد نستهين بها وبما نضعه على القناة، نفع الله به أمة وخلقا كثيرا. أسمع هذا الكلام كل يوم وفي كل دولة ذهبت إليها، ويأتون الناس من كل جميع أنحاء العالم، وانظر تعليقات الناس على الفيسبوك، المرضى الجن كذلك على القناة. هذا العلم نفع الله به خلقا كثيرا. إرشاد دكاترة أتوا عندنا، رأيتهم من أوروبا، أساتذة جامعيين، وعاظ، دعاة، طلبة علم، بحاث، ناس بتخصص دينية، تجار، مسؤولين، وانتفعوا والله العظيم انتفاع كبير جدا بهذه الدروس وبهذه المقاطع والجلسات، وتأثر من فيهم مع أنهم يتأثروا من قبل، لأن الأشياء لا تبنى على فراغ. وأنا أتشرف حينما أرى معظم من يأتون عندنا أو كل من يأتون عندنا أصحاب علم وفقه ودين وأخلاق. إذا تتابعون أناس طيبة، هذا شرف لي. تاج فوق رأسي، وسام على صدري وعلى كتفي.
صراحة أن معظم من يتابعون بل كلهم نخبة في الأخلاق، في الفكر، في الطيبوبة وفي المستويات. حينما يأتون عندنا حتى البسطاء طيبين وخيرين وخلوقين وأصحاب ذكاء وفهم، لا يتابعك إلا من سوف يفهمك، والحمد لله يصبح عنده النضج يتغذى بهذه المعلومات ويتغذى بهذه الجلسات، فيصبح على علم في هذا الباب، وربما أكثر من كثير من الرقاة والمعالجين في الساحة. وأنا أجزم وأعمق جيدا وأتحدى، أقول وأتحدى، لو جمعت بعض كثير من الرقاة في صف وكثير من المتابعين النجباء الأذكياء النساء والرجال في صف وبدأنا نناقش الحالات المعقدة، سنجد الإجابة الصحيحة عند المتابعين ونجد عند كثير من الرقاة، لأن المتابعين في مدرسة أكاديمية علمية عملية مرئية واقعية حقيقية، ليس مصطنعة ولا مزيفة، في حين الآخرين غابت عندهم هذه المفاهيم، إما لا تأتيهم أو حينما تأتيه تغيب عنهم البضاعة تحتاج إلى سنوات مع فتح من الله عز وجل. نحن المتابع عندنا يراها مباشرة، يسمع من الرد مباشرة، الإلقاء مباشرة، الأسرار والغرائب مباشرة على مدار سنوات أكاديمية، سنوات. إذا تخرج، لو كان يخرج 4 سنين وتخرج، كاين اللي معنا هنا يستشرع خصو ياخذ دكتوراه الأولى والثانية والثالثة، صح ولا لا؟ كلوا منطقيين. فهذه أمور لابد أن تفهم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد قليل عندنا حالة نسأل الله تعالى التوفيق. الحمد لله، هذه أول مرة كيوصل التيك توك ديال 2001. شنو السر ما عرفتش. شي سحور تهيئ، شي تعطيل تهيئ. اللهم لك الحمد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.